طول عمرك بتعمليها غلط، عشان كده جوزك بيسيبك ويروح يدور على المحلات ويشتريها ويدفع دم قلبه عشان ياخد قطعة من الكوارع. طب ما توفري فلوس جوزك وتعمليها في البيت ويكون احسن من المطاعم بكتير. ركزوا معايا في الفيديو النهارده عشان اعمل لكم طريقة الكوارع، وكل اللي هيدوقها من ايدك هيشهد لك ان انت متميزة جدا بوصفة الكوارع. خليكي معايا للفيديو النهارده ان شاء الله عشان اقول لك كل التفاصيل اللي تخليكي تعملي كوارع احسن من المحلات بكتير. بس طبعا زي ما قلت لكم الحلقه النهارده فيها تفاصيل، ركزوا معايا جدا. نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدا معاكم حلقتي اللي عمل الكوارع. ان شاء الله هنعمل الكوارع النهارده بالشوربه وطاجن من الكوارع هنعمله بالصلصه، وان شاء الله خليكم معايا هقول لكم على كل التفاصيل. نسمي الله ونصلي على الرسول. ما تنسيش الاشتراك لو حضرتك جديده معايا في القناه، واهم حاجه تديني لايك للفيديو. هنا معايا الكرعه، بتشتري الكرعه الاماميه، وخليكي واثقه من نفسك. انتوا بتقولوا للجزار انا عايزه الكرعه الاماميه عشان بتكون كده مليانه ومليانه لحم، وتكون هتلاقيها تخينه. ما تشتريش الرفيعه طويله عشان تكون الخلفيه مش هتلاقي فيها اي لحم. خليكي واثقه، انتوا بتقولي للجزار انا عايزه الكرعه الاماميه. وبعد كده حطي فيها شويه ملح و2 من الليمون وشويه خل، وسيبيهم بقى يتنقعوا مع حبه ميه زي ما انتوا شايفين كده معايا في الفيديو. حطيت شويه ملح وخل وليمون، هحط ميه وهسيبهم يتنقعوا كده قد تلت لربع ساعه عشان تتخلصي من كميه الزفاره اللي فيهم، ما يبقاش فيها ريحه، ولو فيها اي ميكروبات هتتقتل معانا طبعا بالخل والليمون والملح. نبدا بعد كده نغسلها كويس جدا بعد ما تتنقع ربع ساعة، وتحطي فيها معلقتين دقيق أو 3 معالق دقيق، وابدأي قلبي الكوارع فيها كويس وسيبيها كده 5 دقايق وشوفيها كويس جدا واغسليها وحطيها في المصفى. هنا بقى الخطوة دي مهمة جدا، هي دي اللي هتخليكي تظبطي معاكي الطعم. الخطوة دي انت بتاخدي شوية مية في حلة بتحطي فيها توابل شوربة اللي هي زي زعتر وروزماري وليمون مجفف وكزبرة وفلفل حصى وحبهان ولورا، وبتقلبيها كويس جدا تاخد بس ريحه الزفاره من الكوارع. مش عايزاها تستوي فيها، هي يدوبك غلوتين 3. وابدأي يعني شيلي الكوارع من الميه وارمي الميه دي خالص، احنا مش عايزينها خالص. هقول لكم بقى على الوصفه اللي جايه هتظبط معاكي الطعم وتخلي شوربه الكوارع في حته تاني خالص، هو هتخليكي مميزه عن غيرك في وصفه الكوارع. اهم حاجه اوعي تنسي الاشتراك وتفعلي معايا جرس التشغيل عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بقدمه. وما تنسيش كمان تدينا لايك للفيديو. هنا الكوارع بعد يعني قعدت اقلب فيها كويس جدا، يعني اجيب اللي هي تحت في الميه لفوق عشان اضمن ان كله خد معايا، لان عملت لها زي صدمه كده تاخد معايا بس نسبه الزفاره. هنا بقى الخطوه اللي بقول لكم عليها اللي هي هتظبط معاكم الشوربه. هنا قطعت فلفل وجزر وبصل وفلفل احمر وفلفل اصفر وفلفل اخضر زي ما انتوا شايفين. حطيت روره، حطيت حبهان، حطيت قرفه عيدين مش مطحونه. ما تحطيش قرفه مطحونه عشان ما تشطشطش وتبقى طعمها مش حلو. وبعد كده بقى بتحطي التوابل بتاعتك اللي هي توابل الشوربه زي ما انا قلت لكم، زي حبهان، روزماري، زعتر. خلي بالكم الحاجات دي بتدي للشوربه طعم وبيبقى ليها فوائد في الجسم. زي ورق الرورة بتحول الدهون الى احاديه وثنائيه. وبعد كده الليمون المجفف برضو بيحرق الدهون في الجسم. فكل الحاجات دي يعني المواد اللي انا بحطها في اللي هي التوابل، انا اسفه، الاعشاب اللي انا بحطها دي بيبقى ليها يعني عامل كويس جدا في الجسم، فبيخلي الوصفه ما تكونش فيها دسمه جدا. هنا بقى هبدا ان انا اعمل الطاجن. طبعا انا حطيت الخضروات مع التوابل مع الكوارع، وحطيت طبعا الميه المناسبه المغليه وخليتها تتسلق ادي ساعه او ساعتين. طبعا لو عندك حله بريستو بتنجز معاكي جدا. هنا بقى بعد ما استوت معايا الكوارع وبقت الشوربه دي زي ما انتوا شايفين معايا، حمرت شويه توم وحطيته على شوربه الكوارع. وبعد كده هتدوقي احلى شوربه الكوارع. طبعا الطاجن بعد ما حطيت شويه صلصه وحطيت عليه الكوارع وحطيت شويه صلصه من فوق، حطيت الفرن تكون سخنه، واول بس كده ما ياخد معانا اللون ببدا ان انا اخرجه وارش عليه على الوش كده شويه كزبره مطحونه بيعلي التست معاكي. واليوم ده برضو كنت عامله كرشه، وان شاء الله هقول لكم على الوصفه جميله جدا بجد. كانت الوصفتين جمال جدا. طبعا انت بتخرجي بره بتدفعي دم قلبك وبتاخدي قطعه كوارع قد كده صغيره ومعاها شويه فته وشويه سلطه. لا انت ممكن تعملي بنص الكميه، نص الفلوس انا اسفه، وتعملي كميه اكبر. وبجد بتعمليها في البيت هتكوني استاذه لو تابعتي الوصفات كلها اللي انا قلتها لك في الفيديو.
اهم حاجه اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتديني لايك للفيديو، واهم حاجه لا تنسيني بالاشتراك وتفعلي معايا جرس التشغيل، واهم حاجه برضه تصلي على النبي عشان ربنا يزيدنا بركه في كل اعمالنا اللي احنا بنعملها اليوميه. زي ما انتوا شايفين الكرع ما شاء الله مستويه جدا، وطعمها والشوربه لعلمكم حاجه غرام. وهنا الكوارع كنت برضو جايبه الكوارع اللي هي بتاعه الخروف وكوارع العجل، فالكوارع بتاعه الخروف عايزه اقول لكم في الطاجن